بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في 3 نقط. طبعا بقالي كتير ما بطلعش ولا بعمل أي محتوى، بس النهاردة يعني في مستجدات في الرياضة المصرية. مبدئيا إن إحنا بنهني منتخب مصر على الصعود لكأس العالم، وده إنجاز طبعا لأن ده المرة الرابعة. حتى لو كانت المجموعة ضعيفة أو الفرق سهلة، في الآخر التاريخ هيقول إن مصر صعدت كأس العالم 2026 في أمريكا، وده إنجاز يحسب للمنتخب وكابتن حسام حسن. ثانيا هنتكلم على أحوال نادي الزمالك. طبعا احنا شفنا سلسلة من الأداء المهتز والهزيمة من الأهلي والتعادل مع الجونة، وفي مشاكل كتير في الفرقة طبعا، لأن في مشاكل مادية، اللعيبة مبتاخدش المستحقات بتاعتها، والمدرب برضه في نفس الوقت ليه مستحقات، واللعيبة الأجانب بتهدد إن هي تسيب النادي وتمشي. وده يعني مش عايزين نحمل مجلس الإدارة كل حاجة. في ظروف، وظروف صعبة بيمر بيها نادي الزمالك اليومين دول، ولازم على الدولة إنها تتدخل لحل مشكلة نادي الزمالك، خصوصا أرض 6 أكتوبر. أرض 6 أكتوبر اللي اتسحبت في يوم وليلة ومش عارفين السبب إيه لحد دلوقتي. حتى سيادة الوزير أشرف صبحي طلع قال إن إحنا بندعم مؤسسات الدولة وبندعم نادي الزمالك لأنه ده ليه مكانة ومؤسسة من ضمن مؤسسات الدولة. أنا بس عايز أوجه له كام سؤال. هو بيقول إن في ناحية قانونية وإحنا ما نقدرش ننزل قرار دلوقتي عشان في ناحية قانونية. طب ما دام في ناحية قانونية، الأرض اتسحبت ليه قبل ما يتبت في الناحية القانونية؟ دي أول نقطة. تاني نقطة، الزمالك بيمثل مصر. الزمالك انسحب من بطولة أفريقيا لكرة اليد، وانسحب أعتقد من بطولة كرة الطايرة، لأن مفيش فلوس ولا في إمكانيات. فإحنا منين بندعم نادي الزمالك عشان مؤسسة، وفي نفس الوقت بنحرمه إن هو يمثل مصر في بطولة أفريقيا؟ دي أسئلة بتحتاج لإجابة. طبعا في حاجة احنا مش فاهمينها، عايزين نعرف ايه السبب، او في حد يعني مسؤول او غير مسؤول او ناس صاحبة نفوذ عايزة نادي الزمالك يقع. هو الزمالك لو وقع مش الرياضة المصرية هتتأثر؟ هو الزمالك ده مش بيفرغ لعيبة للمنتخبات في جميع الألعاب؟ هو لو نادي الزمالك ده اتعمل اللي في 6 أكتوبر، مش ده هيخلي في شباب كتير تمارس الرياضة ويحققوا بطولات، هتبقى حاجة مفيدة أعتقد، يعني مفيدة للزمالك ومفيدة للبلد، لأن الزمالك يعني بيمثل مصر. وبعدين في نشدوا كتير جدا المسؤولين إن هم يتدخلوا في موضوع الأرض ديت وكل الكلام بيقول إن الأوراق سليمة وكل حاجة سليمة، لكن للأسف محدش بيتدخل. هو الزمالك مستهدف ولا في ناس عندها أهواء، ناس مسؤولة عندها أهواء هي اللي عايزة الزمالك يقع؟ طب خلاص الزمالك يقع. فأنا يعني بناشد مجلس إدارة نادي الزمالك إن هو ينسحب من البطولات ويجمد النشاط ويخليه نادي اجتماعي. أنا قاعده عامل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فأنا يعني نجمد النشاط ونلغي الكورة وخلاص عشان الناس تستريح. بس الموضوع سهل وبسيط، عشان نص الشعب التاني يفرح والدنيا تبقى مستتبة والسعادة تبقى غامرة بالقطب الأوحد اللي بيلاقي مساندة من جميع الجهات، مادية ومعنوية
وكل حاجة بتتنفذه، حتى اللائحة بتاعة الانسحاب ما اتطبقتش عليه. التاريخ ما بيفوتش، والتاريخ هيذكر ان الزمالك اتظلم، والزمالك محدش مهتم بيه، والتاريخ مش هيرحم ايا كان المسؤول عن الكلام دوت، وهيذكر بالسنة والوقت واليوم والمدة. المدة دي ايا كانت مين المسؤول فيها. وانا مش هناشد حد، لان الامور معروفة وواضحة، الامور باينة والناس كلها عارفاها من الصغير للكبير. لو الزمالك ليه حق لازم يرجع له. وشكرا.